يا صحابي عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. النهارده يا صحابي انا جايه اكلمكم عن 5 عادات اساسيه لو اتعلمنا من واحنا صغيرين ان احنا نعملهم يا صحابي هنطلع ونبقى ناجحين في كل حاجه يا صحابي. اصلا كده في الاول يا رويده عشان مش فاهمه يعني ايه عادات اساسيه اصلا. العاده يا صحابي معنى ان انت حاجه ايجابيه سلبيه، يعني حاجه وحشه او حاجه حلوه لو عملناها كل يوم يا صحابي بتصبح تبقى عاده. برضو مش فاهمه، زي مثلا يا صحابي المدرسه، انت كل يوم اتعودتي ان انت كل يوم بتروحي المدرسه، بتصحي بدري بتروحي المدرسه، بتجهزي هدومك، بتلبسي هدومك، بتنزلي الباص، كل ده انت حاجات اتعودتي عليها فاصبحت عاده. ايوه انا كده فهمت يا رويده. تمام كملي بقى. يعني ايه عادات اساسيه بقى عشان تقولي الجمله كده كلها على بعضها؟ اساسيه يا صحابي يعني حاجه عادات لو عملناها يا صحابي هنبقى ناجحين جدا جدا جدا. اول حاجه يا صحابي واهم حاجه ان احنا يا صحابي ننام في مواعيد النوم بتاعتنا. يعني ما ننامش متاخر، ما ننامش الساعه 11، ما ننامش الساعه 12، لا نعمل مثلا الساعه 10، الساعه 9، الساعه 8، الساعه 7 ننام، ونصحى كمان بدري يا صحابي عشان يا صحابي لما نكبر نتعود ان احنا نصحى بدري وننام بدري فاليوم بتاعنا يبقى طويل يا صحابي. يبقى كده ايه يعني؟ مثلا افهمكم، يبقى اكتر من 12 ساعه، يبقى عندك وقت كبير جدا ان انت تعملي كل الحاجات اللي انت عايزاها. الحصول على نوم جيد ده هيعمل لنا ايه؟ اول حاجه يا صحابي هيخليكي نشيطه، مركزه، وهيزيدك بالطاقه يا صحابي، هتبقي عندك طاقه كده وحماس، وهيبقى عندك مشاعر ايجابيه. يعني ايه مشاعر ايجابيه يا رويده؟ برضو معلش، المشاعر الايجابيه دي يا صحابي يعني مشاعر كده زي السعاده والفرحه، وانت قايمه مبسوطه كده وعايزه تعملي وتعملي وتعملي وعندك حاجاتك كده انت فرحه. وكمان يا صحابي هيبقى يومك كده مليء بالسعاده والفرحه، هيبقى يوم عظيم. العاده التانية يا صحابي هي عاده التخطيط. يعني ايه التخطيط يا رويده؟ التخطيط يا صحابي ان احنا نجيب ورقه وقلم نكتب اهدافنا، نكتب مهامنا اللي احنا هنعملها بكره، عشان نصحى كده نبقى عارفين احنا هنعمل كذا وهنعمل كذا وهنعمل كذا، مش نبقى متلخبطين ونبقى انا هعمل كذا صح انا كنت ونقعد ننسى بقى يا صحابي. لا نبقى كاتبينها في ورقه ومنظمين، نكتب مهامنا، نكتب ايه اهدافنا يا صحابي، وده هيطبع على حياتنا يا صحابي ان هي تكون منظمه ومرتبه كده يا صحابي. تالت عاده يا صحابي وهي عاده الصلاه. انا قلت لكم قبل كده يا صحابي ان هي العاده دي يا صحابي حاجه احنا بنعملها كل يوم، بتبقى ايجابيه او سلبيه وبتطبق على حياتنا وبتفضل معانا لما بنكبر. فتخيلوا يا صحابي ان انتوا اتعودتوا من وانتوا صغيرين على الصلاه، هتكبروا مش هتقدروا يوم واحد بس او صلاه واحده بس ما تصلوهاش. فتخيلوا يا صحابي ان الصلاه ده احنا اللي محتاجينه مش ربنا. اول حاجه كمان هيتحاسب عليها الانسان يا صحابي. فصلاه الفجر دي يا صحابي بتدينا الطمأنينة، تخلينا كده مطمنين. انا يا صحابي مش هقول لكم ان انا كل يوم بصلي ولا حاجه، بس انا اخدت عهد على نفسي يا صحابي ان انا لازم في الاجازه اصلي كل يوم يا صحابي، واحول الصلاه لعاده في حياتي. وانتوا كمان يا صحابي لازم كمان يا صحابي ان انتوا تخلوا الصلاه ده عاده في حياتكم عشان لما تكبروا يفضل معاكم يا صحابي، ما تعرفوش تسيبوا صلاه واحده بس في طيب العاده الرابعه بقى يا صحابي هي عاده الرياضه. الرياضه دي يا صحابي من اهم الحاجات يا صحابي اللي احنا المفروض نعملها كل يوم. طب لو انا مش هنزل بقى وكده وما بروحش النادي، ما بروحش اي مكان، اجري في البيت، اعملي رياضه في البيت كده يعني يا صحابي، عشان جسمك كده هيكون يعني ايه، يعني الجسم العقل السليم في الجسم السليم يا صحابي. بس لو يا صحابي اهتمينا بجسمنا، عملنا رياضة، جرينا في الشقة في اي حتة بس نجري فيها، المهم نجري نعمل رياضة نعمل ضغط، المهم ان احنا يا صحابي نعمل رياضة، هتلاقي جسمك كويس، صحة كل حاجة، هتلاقي عقلك سليم. وان العقل السليم في الجسم السليم، احفظوها كده عادة في حياتكم، العقل السليم في الجسم السليم. العادة الخامسة يا صحابي عادة القراءة. انا لما جربت اقرا يا صحابي بصراحه لقيت كده يعني لقيت نفسي مثقفه كده، فاهمين يا صحابي؟ يعني مثلا انا بدات قصه واحده بس، لقيت نفسي حبيت القراءه، عايزه القصه اللي بعدها، قصه بتجر قصه بتجر قصه. يعني بصوا يا صحابي ما نتقلوهاش عن نفسنا ونجيب كتاب ونقراه عشان مش هنعرف خالص. فاحنا مثلا نجيب 4 قصص ونحط هدف ان احنا نخلص ال4 قصص دول. قرأنا ال4 قصص نجيب 4 قصص تانيين
نقرأهم ونخلصهم، نجيب 4 قصص تانيين. وانا بقرأ لقيت نفسي بستفاد حاجة، ان انا في الاول كده كنت بكسر وانا بقرأ وكده، ما كنتش بعرف اقرأ كويس. بس لما قرأت كل يوم قصة او كل يوم قرأت سورة او ايتين في القرآن الكريم، لقيت نفسي بقيت بقرأ بسرعة. في انجليش وعربيك على فكرة، بقيت بقرأ بسرعة وكويس جدا، وبقيت ما بقعش غير في الكلمات اللي اول مرة اشوفها يا صحابي. فبصراحة عادة القراءة دي يا صحابي عادة جميلة جدا جدا جدا. انا من نفسي يا صحابي كنت عايزة اقول لكم على حاجة كده. انا مجموعة القصص اللي انا جبتها وكنت عاملة لكم فيديو عليها قبل كده، خلصتها باذن الله، يعني خلصتها خلاص. وهعمل لكم فيديو كده اقول لكم انا ازاي عرفت اخلصها. بس كده يا صحابي، اتمنى انكم تكونوا استفدتوا من الفيديو ده وتعملوا باللي انا قلته لكم عليه، عشان بصراحه العادات دي لو احنا اتعودنا من واحنا صغيرين ان احنا نعملها، لما نكبر هنبقى ناس نشطه كده وهنبقى كمان يا صحابي اشخاص ناجحين كده في المجتمع. باي باي.